يعني شهر رمضان؟ يعني ايه شهر رمضان؟ ليه الناس بتصوم في رمضان؟ ده سؤالين مهمين جدا هنجاوبكم، بس تعالوا الاول الفيديو ده هيكون معايا جاك وكيت، فتعالوا بقى نشوف اهم الاجواء واهم الاماكن اللي لازم نزورها وبالتحديد في شهر رمضان. المعز تحديد يا جاك، الاول مكان يعني المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو شارع المعز. شارع المعز يعتبر ده اقدم شارع في مصر، تحس فيه اجواء رمضانيه حلوه جدا لان بيبقى فيه زي مساجد، زي حاجات مختلفه مع الاضاءه، خاصة بعد الفطار بتلاقي الدنيا مختلفة جدا. من أفضل الأماكن اللي تحس فيها بالأجواء الرمضانية بالتحديد هنا في رمضان يعني. دلوقتي أنا هجاوب كيت على السؤال اللي هي كانت سألته، يعني إيه شهر رمضان؟ شهر رمضان دوت شهر الخير والبركة، وأهم شهر بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم. الشهر دوت احنا بنصوم حوالي تقريبا 14 ساعة، نمتنع فيها عن الأكل والشرب من الفجر لغاية المغرب. عندي سؤال ليك مهم قوي يا صديقي، ايه أول حاجة بتيجي في بالك لما بتسمع يعني إن رمضان جه وكده؟ يعني بصراحة أنا بقول لك أول حاجة تجي لي بالي دي أوضاع الهدوء، يعني خاصة في الصبح، غير باقي السنة. حلو. الشوارع هادية ما فيش ناس كتير، تحس إن ما فيش مصريين. ما فيش مصريين، دي أول حاجة. بعد الفطار بقى تحس بعد الفطار دي حاجة تانية. تاني حاجة دي إنه أنا مثلا كأجنبي وأنا غير مسلم، أنا مش بصوم أو أنا مش صايم، فلازم أبص إنه مش كل المطاعم مفتوحة. حلو. فأنا لازم بدور على المطاعم عشان باكل. فدي من وجهة نظر غير مسلم حاجة صعبة. حاجة صعبة. بس معلش ما فيش مشكلة. كلها شهر. بس مثلا ثالث حاجة أنا بحب الجو في الشوارع وكل مثلا الفانوس في كل مكان. الناس فرحانين. Kate, I have an important question. What is the first thing you come to your mind when you hear Ramadan is coming? I could say three things. The first thing is quiet mornings, like no horns, no beep beep in the morning, so it's very quiet and calm. The other thing is many lights on the streets. It's beautiful atmosphere, and that's really nice to me to see that. And the other thing is iftar. So the whole families with friends join the meal together and enjoy the time together. I think it's a very nice tradition, and I would like to have that in Poland, to be honest. والله اجاوبت اجابه حلوه جدا يعني. بص يا جاك يا صديقي، انا عندي ليك سؤال مهم جدا. هو انت تقدر تصوم يعني من الفجر لحد المغرب؟ انا عارف انت مش مسلم، بس انت تقدر تعمل التجربه ديت؟ انا حاولت التجربه دي، ونعم انا ممكن بصوم من الفجر الى المغرب بدون ميه بدون اكل. بدون ميه بدون الاكل، بس انا ما حاولت شهر كامل. يوم كامل تمام، يومين انا ما حاولتش. لكن يعني انت اوريدي عملت التجربه ديت؟ عملتها. ويوم كامل من الفجر لحد المغرب. من غير اكل ومن غير شراب، صعب جدا بس ممكن. بس كان ممكن بالنسبه لك. طيب بالنسبه برضو يعني كان ايه احساسك بعد ما فطرت او كده؟ كنت تعبان جدا، كان يعني مش ممكن متركز او مفيش تركيز. مفيش تركيز اصلا. حلو. كنت عايز انام بس. شكرا جدا. شكرا. المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اسمه الغورية. الغورية دي يا جاك مكان صراحة مميز جدا، ومن افضل الاماكن اللي انت في رمضان يعني بتحس فيه باجواء جميلة كده. زي ما انت شايف الديكوريشن بتاعه شكله لطيف وتحفة جدا، بس بالليل بيبقى شكله اروع يعني. دلوقتي احنا هنجاوب على سؤال جاك لما سألنا قال لنا ليه بتصوموا في رمضان. الصيام ليه فوائد كتير جدا، بس اهمها ان احنا بنشكر ربنا على نعمته بان احنا نمتنع عن الاكل والشرب لمده اكتر من 14 ساعه، وساعتها بنحس بغيرنا اللي محروم من النعم دي. Kate, I have so important question. Can you don't eat from sunrise until sunset? I think it's impossible to me. I think I could do that, but I think I would don't feel very well, especially when I want to drink water. Without eating, it's okay, quite fine, but without water, I think it could be very hard. But it's nice occasion to empathize with poor people and feel how they feel when they don't have water, food, and so on. So I think it's nice to
try, but it could be very hard. Oh yeah, it's not easy. Yeah, it's not easy for sure. Okay, thank you so much. يا مصري ليه رمضان في مصر مختلف عن أي مكان تاني؟ السؤال ده مهم جدا يا جاك، وتعالى اقول لك ليه رمضان في مصر مختلف عن اي مكان تاني. هنا هتلاقي زينة رمضان. هنا هتشوف ألوان وإضاءة في كل مكان. هنا رمضان في مصر مختلف عن اي مكان، لان هنا في عادات وتقاليد عمرها ما بتختفي، زي مثلا على الفطار بتلاقي الجيران بيوزعوا على بعضهم من نفس الاكل او من نفس الحاجات اللي هم ايه بيعملوها. فعشان كده رمضان في مصر مختلف عن اي مكان تاني. زي ما انتوا دلوقتي يا جماعه سامعين، ده دلوقتي صوت الاذان، فده يعتبر من افضل اللحظات بالنسبه للناس كلها دلوقتي، لان في الوقت ده بالتحديد كله هيفطر من اول اذان الفجر لحد ما اذان المغرب، وبعد اذان المغرب بتبدا تفطر يعني وكده. فمن الحاجات الجميله دلوقتي اللي انت هتشوفها في شوارع القاهره ان انت هتلاقي كل الشوارع فاضيه، مش هتلاقي حد هنا موجود دلوقتي، فبتبقى لحظات برضو ممتعه. يعني ده الوقت الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه مصر فاضيه، في الوقت ده اللي هو ساعه الاذان. كل الناس بتفطر، كل الناس بتاكل، ما فيش حد في الشوارع غير ان احنا اللي بنصور الفيديو دلوقتي. طبعا بقى من الحاجات الجميله قوي في طبعا هنا في رمضان تلاقي الناس بتوزع بعض الحاجات زي ميه، زي بلح، زي اكل، صبيان حاجات كتيره زي موائد رحمن والكلام ده كله يعني. فدلوقتي اللي هو لحظه السعاده، اللحظه اللي انت ايه هتفطر فيها يعني. بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، كده بقى انا فطرت. اتفضل. شكرا. فمن مصر لكل مكان في العالم، رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم.